نعرض لكم اليوم كيف تصفر. نحن نعرف أن بعض الأشخاص لا يعرفون كيف يصفرون أصلاً. كل رجل محترم يجب أن يعرف كيف يصفر، وإلا كيف ستعبر عن تشجيعك في مباراة لكرة القدم؟ لذلك اليوم سنعلمك كيف تصفر. اليوم سنوضح لك أكثر طريقة فعالة لإتمام الأمر باستخدام الإصبعين أو الأربعة أصابع. هذا يختلف طبقاً لتفضيلاتك. هناك من يفضل الإصبعين وهناك من يفضل الأربعة أصابع لأنه يرى أن الطريقة الأخرى قديمة. العدد لا يهم، لكن المهم هو جودة الصافرة. أولاً اغسل يديك بشكل جيد وشكل حرف A بأصابعك. غطي أسنانك بشفتيك كما لو كنت رجلاً عجوز بدون أسنان. كلما ضغطت أسنانك بشفتيك أكثر كلما كان صوت الصافرة أعلى. الآن ضع أصابعك وهم على شكل A داخل فمك. لا تدخلهم كثيراً، فقط حتى العقلة الأولى. طرف الإصبع يجب أن يكون موجهاً لمركز اللسان. أرجع لسانك للخلف قدر المستطاع بحيث يكون هناك على الأقل مسافة بوصة بين مقدمة اللسان والأسنان الأمامية. استخدم أصابعك لتثبيت اللسان في الوضع المطلوب. املأ رئتيك بالهواء وأغلق شفتيك لتثبيت فمك على هذا الوضع، ثم انفخ الهواء بأقصى سرعة لديك. يجب أن يخرج الهواء ليس من الفم بأكمله، ولكن من الفراغ الذي صنعته بإصبعك. جرب أكثر من مرة إخراج الهواء بكثافة مختلفة حتى تخرج لك الصفارة. لا تيأس بسهولة، تدرب كثيرا. قم بتغيير وضعية اللسان أو شفتيك أو حتى إصبعك، فكل منا له فسيولوجية جسدية مختلفة، لكن يؤكد لك أنه بعد المحاولة 40 ستتعلم الصفير. ولكن لا تنسى أن ترتاح قليلا بين المحاولات، فالشهيق والزفير العميق من الممكن أن يجعل الدوار يصيبك. ثانيا، تعلم أن تصفر بيد واحدة. اغسل يديك أيضا، كون حلقة بإصبعك وكرر خطوات الطريقة الأولى. غطي الأسنان بالشفة، ضع أصابعك في فمك، اضغط ثم انفخ. كرر الخطوة من 40 ل 50 مرة حتى تحصل في النهاية على صوت قوي وواضح. الآن لن يتوجب عليك أن تصرخ لتنادي على صديقك، فقط صفر له. في النهاية سنخبرك ببعض الحقائق عن الصفير. في الولايات المتحدة مدينة الوينبرغ نورث كارولاينا يعتبر الأمر مختلفا تماما، حيث يحتفلون سنويا باليوم العالمي للصفير منذ 30 عام، كما أنه يعتبر فنا حقيقيا يحبه الكثيرون. المسابقة تقام كل عام ويأتيها المشاركون من أنحاء العالم، والحكام هم موسيقيون محترفون، كما أن المدينة بها متحف صفير مميز.